ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ حاسس ان بقالنا كتير قوي ما عملناش اللي انا بعمله دلوقتي ده، فهي حاجه غريبه شويه، بس يعني تعال نجرب كده ونرجع نتكلم. اصل برضو الدوري الانجليزي رجع والدنيا سخنه، فانا بصراحه بقى سخنت تاني وقررت ان انا اقوم، واول حاجه شدت انتباهي هي ارسنال، لان اكيد بعد اول 3 ماتشات ارسنال لعبهم فاحنا ملاحظين ان في حاجه مختلفه، او هي مش حاجه، هم شويه حاجات كتير بصراحه. مش هو نفس ارسنال بتاع السنه اللي فاتت اللي كان ممتع جدا في اغلب الماتشات. الجوده عليت، ما عنديش اي خلاف على ده، فعلا السكواد عالي شويه، اللعيبه اللي كانت شويه نص لبه مشيت وفي لعيبه تانية جت اعلى بكواليتي، بس الاداء قل شويه والحر زاد قوي عن اخر مره الواحد صور، مش فاهم فيه ايه. بس يعني اللي بيحصل لارسنال ده لاسباب كتير، فانا بقى النهارده جاي احاول كده اقعد اتكلم معاك فيهم، نحاول نشوف ايه اللي بيحصل جديد في الفرقه، موسم ارسنال هيروح على فين، الصعوبات اللي هتواجههم، كل حاجه. فشجع كده وادعم وانزل اعمل لايك وشير وساعد الحلقه توصل ناس اكتر، ابعتها لاصحابك، اعمل اي حاجه تساعد، ما تنساش تعمل سبسكرايب واستنى كل الفيديوهات الجايه ان شاء الله، مفيش توقف تاني. بس كده اهلا بيك في كروس اوفر، انا عمرو زكي ويلا بينا. تعالى كده الاول نفتكر ارسنال كان بيلعب ازاي السنه اللي فاتت، والعناصر والتشكيله والحاجات دي كلها. هنلاقي ان ارسنال كان بيلعب بال4-3-3 اللي كلنا حفظناها، رامز ديل، ومن قدامه خط الدفاع من الشمال لليمين كان زينشينكو، بعديه جابرييل ساليبا، ناحيه اليمين كان بين وايت، الثلاثه اللي في نص الملعب كان توماس بارتي، قدامه اوديجارد وشاكا ناحيه الشمال، والثلاثه اللي قدام كان مارتينيلي، جابرييل جيسوس وساكا. الشكل كان معروف وحفظناه، واللي كان بيحصل جوه الملعب هنتكلم عليه كمان شويه، بس خلينا نتكلم على مستوى الاسامي ايه اللي اختلف السنه دي. طبعا اول حاجه هنبص على الصفقات الجديده اللي جت. عندك يورين تيمبر اللي جاله صليبي وهيغيب غالبا 6-7 شهور، فده نساه شويه. هنلاقي كمان ان عندنا ديكلان رايس وكاي هافرتس، والاثنين دخلوا في التشكيل الاساسي بتاع ارسنال على طول، ما خدوش وقت. فكره الانسجام بتاع الكابتن حسام البدري دي غالبا انتهت من العالم كله. المهم دخولهم التشكيل ده على الورق كان ان ديكلان رايس بقى هو اللعيب السته الجديد، بيعوض شويه مكان توماس بارتي لسه موجود بس هنتكلم عن دوره كمان شويه، وكاي هافرتس اللي دخل مكان جرانيت شاكا اللي مشي من الفرقه كلاعب الثمانيه الثاني ناحيه الشمال. ومن اللي شفناه برده في البدايه فواحد زي جابرييل المدافع اللي كان ناحيه الشمال في الخط الدفاعي المكون من 4 خسر مكانه شويه وتحول للعيب دكه، والدنيا اتغيرت على مستوى الخط ده كله، وحصل شويه غربله كده في مراكزهم وفي وظائفهم. هتلاقي ان تيمبر مثلا في اول ماتش بدا هو كباك شمال، جنبه ساليبا وبين وايت، وعلى الورق توماس بارتي كباك يمين. حتى بعدها لما تيمبر اتصاب ده ما غيرش حاجه، ده ما رجعش مثلا جابرييل ورجعوا تاني 4 فلات ورا زي ما كان بيحصل، لا دخل مكانه تومياسو، وحاليا بقى تومياسو وزينشينكو كمان رجع ولعب النهارده اول ماتش. بس اللي بكلمك عليه ده الشكل على الورق، طبعا باقي التشكيل برضو انت عارفه، ديكلان رايس وقدامه اوديجارد وكاي هافرتس، والثلاثه اللي قدام زي ما هم مارتينيلي، ولان جابريل جيسوس مصاب فكان نيكيتيا وساكا على اليمين. بس زي ما قلت لك ايه على الورق، وركز على الحته دي عشان الكلام بيختلف شويه، لان جوه الملعب التغييرات دي ما كانتش مجرد قصب بقصب على راي الكابتن مجدي عبد الغني، لا هو كل واحد فيهم كان وظائف مختلفه، لانه اساسا بروفايل مختلف عن اللعيب اللي دخل يعوضه. فلو جينا نبدا نبص كده على البدايه بخروج ارسنال من الكوره او البيلد اب كما يقال عليه حاليا، هتلاقي ان فكره الاربعه ورا اللي عمال اقول لك عليها على الورق دي بتنهار تماما. توماس بارتي بيخش جوه نص الملعب جنب رايس عشان يبقوا 2 لعيبه نمره 6 موجودين، او 2 دبل بيفيتس، او سميها زي ما تسميها مش هنختلف، وبيبقى 3 ورا. بين وايت بيبدا يروحها شويه ناحيه اليمين، ساليبا بيبقى هو اللي موجود في النص، وايا كان مين اللي باك شمال سواء بقى تيمبر او بعديه تومياسو او حتى زينشينكو النهارده في النص الثاني من الماتش. فوجود الاثنين اللي هو ديكلان رايس وتوماس بارتي في نص ملعب ده بيساعد شويه ارسنال اللي هو يبدا يستغل العمق اكتر اللي كان الموسم اللي فات بيبقى موجود فيه توماس بارتي بس، لكن في نفس الوقت برضو مدي اريحيه شويه للاثنين اللي قدامه اوديجارد وكاي هافرتس ان هم ينطلقوا. خليك برضو حاطط في دماغك ان احنا بنتكلم ايه اللي في دماغ مايكل ارتيتا، لسه ما دخلناش قوي في اللي بيحصل جوه الماتش او اللخبطه او ايا كان النتائج بتاع اللي في دماغه ده، اللي وارد في الاخر يطلع راي غلط، انا بحاول اتوقع معاك، انا ما قعدتش مع ارتيتا قبل الفيديو. فخلينا نكمل اللي بيحصل بعدها، ان وجود الاثنين دول اللي بيحرر كاي هافرتس واوديجارد هم اللي بياخدوا الحته اللي تحت المهاجم، يبقوا الاثنين دول يعرفوا يزيدوا شويه في العمق. النقطه الثانيه بقى وجود 3 ورا، فهم مضطرين يثبتوا، فده خد شويه من الادوار الهجوميه اللي كان بياخدها الظاهرين الموسم اللي فات، فده اللي مخلينا بقينا شايفين واحد زي ساكا ومارتينيلي هم الاثنين شادين الملعب قوي، الاثنين ماسكين الخط بشكل كبير، ومش ده اللي كان بيحصل السنه اللي فاتت خالص، لان لو جينا نقسم الملعب 2 وبصينا ناحيه اليمين هتلاقي ان بين وايت هو اللي كان دايما بيبقى زايد وهو اللي ماسك الخط، وسايب ساكا يخش شويه في القلب، يعرف يعمل الحته القطمه بتاعته دي ويشوط، يعرف ان هو يبقى قريب شويه من مناطق الخطوره اللي هو بيحبها. والناحيه الثانيه ناحيه الشمال كان دايما المثلث اللي كنا خلاص حفظناه وكان دايما شغال بين شاكا وزينشينكو
ومارتينيلي التبادل اللي كان بيحصل بينهم، زينشينكو مثلا يخش لقلب الملعب فتشاكا هو اللي يتطرف ناحيه الشمال ومارتينيلي يخش جوه، او اي شقلبه كانت بتحصل بينهم والشقاوه اللي كانت بتحصل دي، الثلاثه كانوا حافظين بعض جدا. اللي حصل الموسم ده ان اللي كان بيحصل ناحيه اليمين وناحيه الشمال انهار زي ما قلت لك. هافرتس هو لسه مش عارف يعمل دور شاكا، وده طبيعي لانه مش هو اصلا نفس بروفايل شاكا. هافرتس اقرب للعيب المهاجم الثاني، فانت عايزه يعمل حته بقى الثمانيه دي ويرجع لورا ويضغط لقدام وجو الجري الكتير ده هو مش هيعمله. هو بيحاول ان هو يأديه، لكن كل اللي باين ان احنا شايفينه ان هو مارتينيلي الاثنين بيلخبطوا في بعض، الاثنين بيخشوا في بعض مش فاهمين ده هيروح فين وده هيروح فين، ومخليك مش مستفيد من هافرتس، والناس بدأت تهاجمه وان هو صفقه فاشله ومحدش فاهم ايه اللي في دماغ ارتيتا وليه اساسا جابه. والناحيه الثانيه انت شايف ساكا مش هو ساكا بتاع الموسم اللي فات، ومارتينيلي مش هو طبعا مارتينيلي بتاع الموسم اللي فات، فانت خسران مفاتيح لعب كانت مهمه جدا بالنسبه لك. وارد دي تكون مشكله تفاهم وان هي تعدي مع الوقت لو فضل ارتيتا مصمم عليها، بس اللي حصل في ماتش النهارده اللي كان قدام فولهام ينور لك حاجه كده مهمه. واضح ان ارتيتا هيبدا ييأس شويه من الموضوع ده، لان اكيد ارتيتا النهارده هو شاف زينا اللي حصل لما طلع توماس بارتي وكمان كاي هافرتس ونزل مكانهم فابيو فيرا وزينشينكو. الملعب بدا ان هو يظبط، بقى فيه تمانيتين فعلا تمانيتين. فابيو فيرا عارف يعمل الحته شويه شبه شاكا ويطلع ويرجع والشقاوه دي كلها والجري الكتير. اوديجارد بقى مرتاح اكتر، اللعيبه بقت فاهمه كل واحد مكانه فين. زينشينكو باك شمال طبيعي عارف ان هو ياخد الحته دي، بدا ان هو كمان وايت يتحرر شويه ناحيه اليمين، الدنيا بدات ترجع للشكل اللي كنا عارفينه. وده حتى اللي خلى مايكل ارتيتا بعد الماتش في المؤتمر الصحفي يطلع يتكلم لما اتسال عن فابيو فيرا وقال ان هو ما كانش بيلعب كتير الفتره اللي فاتت، دي مشكلتي، واضح انه هيبدا يلعب اكتر من كده كمان. حتى الخروج بالكوره كان بقى سلس اكتر بكتير، سليبا بقى عارف انه ياخد الكوره ويطلع لقدام، هو متعود خلاص بقى عارف ان مين اللي هيقابله هنا واوديجارد ده هيبقى زايد فين وبتاع. اللعيبه كانت شغاله على سيستم واحد كانت حافظاه. تغيير السيستم طبيعي بياخد وقت، بس هي الفكره بقى هل انت عندك رفاهيه الوقت وسط كل الحاجات اللي الناس مستنياها من ارسنال دي ولا لا؟ هنا دي النقطه، لان هو اكيد الموسم ده هيبقى اصعب على ارسنال. قبل الموسم ده كان في مقال كده كان نازل بيتكلم عن اسباب هتخلي الموسم ده اصعب على ارسنال بكتير، عجبني جدا، فخليني اقول لك على النقط اللي كانت موجوده فيه. النقطه الاولى ان ارسنال ما عندوش لعيب مكنه اهداف. لو رجعنا للموسم اللي فات هتلاقي ان ارسنال مسجل 88 جون، اقل بشويه صغيرين جدا تقريبا بسبع تجوان عن مانشستر سيتي اللي كان مخلص بطل الدوري، فلو بصناها من بعيد فده رقم كويس ما عنديش مشكله. لكن لما نيجي نخش شويه في التفاصيل والشيطان يكمن في التفاصيل ونبص على مين اللعيبه اللي جابت الاجوان دي هتعرف مشكله ارسنال فين. هتلاقي ان واحد زي مارتينيلي واوديجارد الاثنين كانوا جايبين 15 جون كل واحد فيهم، ساكا كان جايب 14 جون، فخطورتك كانت من الثلاث لعيبه دول، بحيث ان المهاجم الثابت بتاعك الصريح اللي هو جابريال جيسوس 11 بس، وكان بيعاني في وقت طويل قوي من الموسم بالاصابه. وارد لو كان موجود وسليم كانت الدنيا تختلف، ما عنديش مشكله، بس تعال نبص على اللي عوضه نيكيتيا. مش محتاج اتكلم عنه كتير، بس روح شوف اي مشجع ارسنالي بيتكلم عن نيكيتيا ازاي، هو جايب اخره منه، مش حدش مقتنع ان ده ينفع يبقى هو مهاجم ارسنال اللي موجود كبديل لجابريال جيسوس. ده غير ان في ناس مش مقتنع ان جابريال جيسوس اصلا ينفع يبقى مهاجم فريق عايز يكسب الدوري. بس خلينا ما نتشتتش كتير ونمسك في حته ان اللعيبه الاساسيه بتاعتك في الخطوره كانوا ثلاثه: جابريال مارتينيلي، ساكا، اوديجارد. دلوقتي بالشكل الجديد اللي ارسنال بيحاول يطبقه هو قضى على خطوره اثنين: ساكا ومارتينيلي. مارتينيلي لحد دلوقتي اول 3 ماتشات كل ماتش اداؤه اوحش من اللي قبله، ما شاء الله عليه يعني. فانا مثلا برايي المتواضع البسيط اللي ملوش اي لازمه، ارسنال فعلا كان محتاج مهاجم الموسم ده. اول ايام هتثبت العكس، وان جابريال جيسوس عنده خصائص كانت مختفيه شويه والاصابه هي اللي قتلتها، ان هو راجل هداف وبيعرف يجيب جوان كتير جدا ويخلص لك الموسم باكتر من 20 جون، مع ان انا استبعد الكلام ده بصراحه. بس خلينا نشوف، ادي النقطه الاولى، ان ارسنال ما عندوش مهاجم هداف، ما عندوش واحد مكنه اجوان، واحنا كلنا عارفين قد ايه ده بيفرق في ماتشات معينه الدنيا بتبقى مقفله وانت محتاج النص فرصه دي يخلص منها. ده جيسوس ما كانش بيعمله السنه اللي فاتت، خلينا برضه نفتكر ده كويس. تعال نروح للنقطه الثانيه، ان في بطوله جديده شويه على ارسنال الموسم ده وهي تشامبيونز ليج. ارسنال بقاله بتاع 7 سنين تقريبا ما بيروحش تشامبيونز ليج، كان ممكن يروح يوروبا ليج، بس يوروبا ليج صباح الفل انت بتلعب بتشكيله احتياطيه لحد نص النهائي مثلا، لكن في تشامبيونز ليج الكلام ده مش موجود، فضغط ماتشات اكتر، اللعيبه هتلعب ماتشات اكتر بكتير ما كانتش بتلعبها السنه اللي فاتت كانت بتريحها، ففكره الضغط بتاع الماتشات الكتير ده هيبين اهميه الدكه اللي مش قويه قوي عند ارسنال، مش احسن حاجه. ثالث نقطه وهي ان ارسنال شويه خسر عامل المفاجاه. الموسم اللي فات اللي ارسنال عمله ده بالنسبه لناس كتير جدا لحد على الاقل نص الموسم كان مفاجاه، كله مش مقتنع هو ارسنال فعلا يفضل مكمل كده ولا هي حبه وهيقع. مش عايز اسميها اندر دوج قوي بصراحه، لان فكره اندر دوج او المستضعف دي هي كبيره شويه على ارسنال، يعني ارسنال اكبر من كده بكتير اصلا، بس اللي هو فكره انت موجود ومحدش كان مستني منك مثلا تنافس على الدوري زي ما انت فعلا عملت، فدلوقتي الكلام اتحول من فكره منافسه
المنافسه على الدوري الحمد لله كفايه، لا يلا يا باشا ده موسم البطوله. وده اللي ياخدنا للنقطه الرابعه، موسم البطوله. التوقعات الكتير جدا اللي عند الناس اللي عليت، زي ما ناس كتير قوي اتكلمت اخر الموسم اللي فات، الناس كانت متضايقه ان ارسنال مخلص مركز تاني ونسيوا الهدف الاساسي من الموسم وهو كان مركز مؤهل لدوري الابطال. هم حاليا نسيوا الكلام ده خالص، كله بقى مستني ارسنال يلا دوري السنه دي. فمع النقط دي وتغيير الخطه واللعيبه الجديده اللي بتخش، كل الحاجات اللي بتحصل في ارسنال دي اعتقد هي اللي مخلينا شايفين الاداء مش احسن حاجه. يمكن يكون ميكيل ارتيتا فعلا بيحاول استنساخ جوارديولا والحاجات اللي كلنا بنشوفها وكل الناس بتتكلم عنها، فكره اللعيب الظهير اللي هو بيخش لجوه والثلاثه ورا والواحد قدامهم ولا الاثنين ولا ايا كان الارقام الغريبه اللي بنسمعها مع كل تشكيلات جوارديولا دي. فكره الاستنساخ دي انا شايف ان ارتيتا فعلا لو دي بتحصل فهو مستعجل فيها قوي، لان التغييرات اللي حصلت عن السنه اللي فاتت للسنه دي هي كتير وفعلا تلخبط شويه الدنيا في الفرقه. فيعني مش عارف بصراحه ايه اللي ممكن يحصل قدام من ميكيل ارتيتا، هل هيفضل على في دماغه، هيبدا شويه يرجع لورا ويبدا يغير واحده واحده بشكل بطيء شويه ما ياثرش على الفرقه، يعني هيبان. بس كده انا كنت عايز اطلع بس اتكلم معاك في ايه اللي بيحصل، اللي ممكن يكون في دماغ ارتيتا، نبدا كده نسخن واحده واحده. فبس يعني هو ده كده اللي كان في دماغي عن ارسنال، شويه حاجات كده بتيجي في دماغي بعد كل ماتش، فقررت كده اجمع كام ماتش ونطلع نتكلم عليها مره واحده. فبس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ساعدنا حاجه توصل ناس اكتر، وبس كده، سلام.